ماشي. تمام، مفيش مشكلة. يلا السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنبدأ النهارده في اخر محاضرة في الكورس اللي احنا بدأناه، ودي تقريبا المحاضرة رقم 26 على ما اظن، 25 او 26 على ما اتذكر. ودي المحاضرة الأخيرة. المحاضرة الأخيرة هنتكلم فيها عن ترتيب الافكار. انت دلوقتي اتعلمت ازاي انك انت تعرف الاجراءات اللي هي الاهم الامراض الشائعه اللي ممكن تقابلها، واتكلمنا برضه عن العيوب الخلقيه، وكنا كل مرض بنتكلم عنه تعرف تشخصه ازاي، تعمل اشعه وتحاليل ازاي، تتاكد منه ازاي، تعالجه ازاي، تعمل له فولو اب ازاي. وبعد كده اتعلمنا سحب التحاليل، وعرفنا كل تيوبه ممكن نسحبها، وايه هي الاحتياطات اللازمه اللي احنا اثناء السحب، ونخلي بالنا من ايه اثناء السحب وبنسحبها امتى، وبنسحبها لمين، وبنسحبها ازاي. وبالنسبه للاشعه برضو عرفنا دورنا كتمريض بيعرف ايه في الاشعه، وعرفتك بين الاشعه الطبيعيه والاشعه اللي فيها مشاكل. وركزت لك في حاجات في الاشعه اللي هو زي الانبوبه الحنجريه بتبقى راكبه مكانها ولا لا، السنترال لاين راكب مكانه ولا لا، اليو في سي راكبه مكانها ولا لا، والبيك لاين برضو. وشفنا برضو اكتر حاجه بنركبها مع بعض اللي هي الانبوبه المعده، نعرف مكانها ولا لا. وعرفنا لو في برضه مشكلة أو عيب خلقي نعرفه ازاي احنا. وكنت مركز في الحاجات اللي هي خاصة أو لها علاقة بالإجراءات التمريضية زي الأنبوبة الحنجرية والأساطر المركزية والأنبوبة المعدة. بعد كده اتعلمنا مع بعض ازاي نحسب الادويه والمحاليل، وعملنا مع بعض اكتر من سيشن على ما اتذكر تقريبا 4 محاضرات، وعملنا مع بعض الناس تعمل ري ديمونستريشن، وان هي تحسب بنفسها وتطلع ازاي الدواء وتطلع الجرعات وتحسب المعدلات ازاي. وبعد كده الناس اللي ما كانش عندها اي معلومه خالص عن تمريض الحضانات عرفناهم ازاي الادوات والمستهلكات اللي انت بتستخدمها، وعملنا تعليق بسيط كده على كل اداة او استخدام لكل جزء من اول حوض التعقيم لحد جهاز التنفس الصناعي، والفين فيور وجهاز الغازات وكل حاجه. بعد كده دخلنا على الاجراءات التمريضيه، وده كان اكبر قسم معانا. شرحنا فيه من اول انك انت ازاي تغسل ايدك، وازاي انك انت تقيس الحراره، وازاي انك انت تعمل انعاش قلب ورئه للحاله، وازاي انك انت كل حاجه، يعني تركب كل الاساطر المركزيه يو في سي اللي هي الاساطر السره المركزيه الورديه والشريانيه وتركيب الكانولا، وتركيب الكانولا طرفيه ورديه، وتركيب كانولا شريانيه، وتركيب البيك لاين، وتركيب الشيست تيوب، والبذل القطني وايه تاني على ما اتذكر. تقريبا كل حاجه اللي موجوده في الفهرس بتاع الكتاب شرحناها كلها بالتفصيل. النهارده بقى اخر محاضره، عايزين نتعلم مع بعض ازاي اوظف كل اللي انا اتعلمته ده في ان انا اقدم افضل خدمه تمريضيه لكل الحالات بمستوى واحد بين الفريق الطبي كله. يعني انا اشتغل بمستوى، زميلي يشتغل بنفس المستوى بالظبط، وبأقل مشاكل ممكنة لما احنا نكون عارفين بنعمل ايه. بنعمل الحاجة دي لمين، وبنعمله امتى، وبنعملها له ازاي زي ما احنا اتعلمنا مع بعض، وهنستفاد بيها ايه. فاحنا بنعرف نقيم هل ان انا بعد ما عملت الحاجة دي على اكمل وجه، هل وصلت للحاجة اللي كانت مطلوبة، اللي انا كنت منتظرها، ولا ما وصلتش ليها. طب ما وصلتش ليها، كان العيب ان انا ما قمتش عليها باكمل وجه، ولا العيب كان في المشكله في الطفل؟ تمام. ده اللي احنا هنتعلمه مع بعض. فانا هعرفك النهارده ترتب افكارك ازاي لما يكون معاك حاله ملاحظه، وحاله خلاص كانت ملاحظه وبعد كده اتحولت لدخول، وازاي تعمل عنايه تمريضيه لكل الحالات. كل 3 ساعات طبعا، احنا عندنا الكير كل 3 ساعات. وطبعا انت في نهايه الشيفت بيبقى شيفت ال 12 بيكون مخلص الكير بتاعك، وفي كل 24 ساعه في اجراءات تمريضيه بتتعمل ثابته. تمام. ازاي بقى تسلم وتستلم الحالة بتاعتك مع زميلك، بحيث انك انت لو جاي شغال مع الحالة بعد اسبوع، بعد شهر، بعد 2، تبقى عارف الحالة دي من ساعة ما اتولدت لحد ما انت واقف قدامها حالا. بعد كده ازاي تنقل الطفل من عناية حديث الولادة الى قسم لو هو اتحسن وهيكمل علاجه مع الام في القسم، او ان هو يتعمل له فولو اب لمدة 24 ساعة. ده اللي هو ايه بتأهل الام ان هي تتعامل مع الطفل لما يخرج، عشان ما يحصلوش ديتريوريشن اللي هو التدهور، ويرجع لك بمشاكل اكبر. بعد كده نقل الطفل من عناية تمريض حديث عناية حديث الولادة إلى عناية أخرى اللي هي ممكن تكون عناية مركزة اللي هي البيكيو، أو إنك أنت تنقله للعمليات، أو إنك أنت تنقله لحضانة تانية في مكان تاني، سواء أنت كنت في خاص ورايح حكومة، أو حكومة ورايح خاص، أو خيري، وهكذا. وبعد كده خروج الحالة تحسن وتسليمها للأهل. لما تيجي تسلمها هتسلمها إزاي، وهتقول إيه للأهل، وهتعمل إيه، ده اللي هنعرفه مع بعض. جيت قلت لك في حالات الملاحظة، المفروض إن أنا عندي حالة ملاحظة، المفروض إن أنا أعمل معاها إيه؟ حد يعرف لو معايا حالة ملاحظة أعمل معاها إيه؟ شباب.
سواء على التليجرام على مايكروسوفت. حد عارف لو معايا حالة ملاحظة اعمل معاها ايه؟ طبعا بشوف الكلر بتاعها، بشوف الساتوريشن بتاعها، بشوف الار ار بتاعها ساينس او لا. تمام. بقيس الحالة حالة كاملة، وبهتم بالهايبوثيرميا بتاعتها عشان توصل لو هي بريتير، باخد بالي عن كل حاجة بتاعتها تحت الملاحظة جامد. تمام. حد عنده إجابة تانية؟ طيب، احنا بص، عشان ان احنا يبقى معانا حالة ملاحظة، يبقى احنا الدكتور شاكك في حاجة، في مشكلة، حاجة من الاتنين فيها، لا اما حاجة كاردياك لا اما حاجة شيست. في الغالب في الحضانة زي ما احنا اتعلمنا في معظم الاجراءات التمريضية، في معظم الامراض اللي بتصيب الحديث الولادة، ان هو في الغالب ممكن يكون عنده مشكلة في الجهاز التنفسي اللي هو في الصدر. تمام. طيب، وعرفنا مع بعض ان احنا الحرارة، لما الطفل بيفقد الحرارة او الحرارة زايدة، دي بتأثر على الطفل، بإن هي محتاج بسم الله الرحمن الرحيم. لو بالنسبة للحرارة مثلا، لو هو فقد الحرارة بكمية كبيرة، الطفل عشان يولد الحرارة المفروض إن هو بيدي أوامر لجسمه إن هو يحرق الفات والدهون الموجودة فيه، والحرق ده عشان يولد طاقة، والحرق ده محتاج أكسجين، فبالتالي الطفل هيخش مننا في سرعة في التنفس. فبالتالي لازم أتجنب إن أنا الطفل يفقد الحراره، او ان انا انظم له الحراره بتاعته. فبالتالي اول حاجه اعملها ان الطفل اول ما يجي له ملاحظه ان انا احطه على الدفايه، واظبط الحراره بتاعته، واقيس العلامات الحيويه كلها، بحيث ان انا اتجنب ان يكون المشكله اللي حاصله للطفل دي بتكون حاجه انفيرومنتال او حاجه خارجيه. احنا عايزين نتجنب الحاجات الخارجيه، بحيث اللي يظهر على الطفل ده يبقى دي المشكله الفعليه اللي عنده، وده جايه من مكانها او من اسم الحاله اللي احنا بنتعامل معاها ان هي حاله ملاحظه لسه. احنا بنقيمها، بنشوف هل الحاجة دي المشكلة عنده فعلية ولا حاجة خارجية، واحنا مش احنا اللي مسببينها ليه. فاحنا اول ما هنشيل الحاجة دي او السبب ده، هنرجع الطفل لحالته الطبيعية وما عندوش اي مشاكل خالص. طيب، يبقى احنا اول حاجه اتعلمناها ان احنا بنحطه على الهيتر، على الدفايه، عشان نظبط الحراره بتاعته، وفي نفس الوقت بنقيس كل العلامات الحيويه بتاعته. اللي هي مستر محمد بنقيس العلامات الحيويه عشان اقيم دلوقتي بعد ساعه وبعد ساعتين انا كنت بتحسن ولا انا بتدهور، عشان بتعمل لنفسك داتا الحاله كانت على ايه ووصلت لايه. تمام. طيب، ليه بتوزن تاني حاجه قلت لك ليه توزن الطفل يا يا مستر محمد؟ قلت لك انك بتوزن الطفل علشان ان انت الطفل ده طول ما انت بتعمل له ملاحظه ممكن ان هو يخش منك في هايبوفوليميك شوك، او انك انت وده مش هيحصل من 3 ساعات. بس اللي ممكن يحصل ان هو الطفل ممكن يأرست منك، فمحتاج ادويه، فالادويه دي محتاجه وزن عشان احسب عليها. لو انا عملت للطفل ده تحليل غازات من ضمن التحاليل اللي احنا بنعملها في حالات الملاحظه، ولقينا ان احنا عايزين نعمل كوريكشن لاي مشكله في الغازات، محتاج ان انا اديله بولس رينجر او ملح او بايكارب مثلا، فالحاجات دي محتاجه وزن عشان احسب عليها. فبالتالي ان انا لازم أنا ايه اشوف الوزن بتاع الطفل. وقياس العلامات الحيويه، وقياس اللي هي محيط الراس ومحيط البطن، والحاجات دي انا هعرفها دلوقتي. بعد كده وضع الطفل على بالس اوكسيمتر. تمام. حطيت الطفل على بالس اوكسيمتر عشان اعمل تقييم ليه، عشان ابدا اخش في الاجراء بتاعي اللي بعد كده. هشوف انا لو هي حاله على النيزل احط على كذا، لو هي حاله ار دي جريد 3 ممكن نحطه على هاي فلو، وهكذا. يبقى اول حاجه حطيته على الهيتر، تاني حاجه حطيت قست الوزن بتاعه. تمام. وبعد كده وضع الطفل على بالس اوكسيمتر. هتقول لي يا مستر محمد انا المفروض احطه على الهيتر ولا اوزنه الاول؟ يا حبيبي الطفل بتاعك بيزرق وبينهج دلوقتي، المفروض ان انا اروح اوزنه واخد له المقاسات، ولا اول حاجه احطه على الهيتر واوفر له مصدر الاكسجين واوصله بالبلس اوكسيمتر؟ يبقى احنا كده امنا الطفل. بعد كده واحده واحده الطفل ابتدى يستقر، اروح اوزن الطفل بتاعي. تمام. واقيس بقى العلامات الحيويه بتاعتي كلها، منها تمام منها قياس السكر. تمام. ودي في حالات السكر يكون قليل يتم ابلاغ الطبيب فورا. يعني ايه قياس السكر اصلا؟ او انت بتقيس السكر لمين؟ اي حاله محطوطه على الملاحظه، اي حاله محطوطه على الملاحظه بمشاكل سواء ار دي او مشاكل حتى لو حاله صفرة وهي جايه لسه ملاحظه من البيت مثلا، لازم أنا اقيس لها السكر بتاعها. ليه بقى؟ ده بيدينا مدلول كبير جدا عن مشكله فعليه عند الطفل، ممكن تكون هي اللي مخليه نفسه يعلى، هي اللي مخليه ان هو يزرق، هي اللي مخليه الطفل يكون فلاسد، هي اللي هو ما بيتحركش، يكون جلد متلد، يكون هبطان، الاكتيفيتي بتاعته قليله. فلازم انا اشوف السكر بتاعه، بقيس السكر عشوائي بتاعه. ولو السكر انت عارفين ان الطبيعي بتاعك من 50 ل 180،
ولو هو اقل من 50 المفروض ان انا ببلغ الدكتور فورا، وعلى ما ببلغ الدكتور بكون انا بجهز ادوات تركيب الكانولا وتعويض اللي هو السكر، واحنا عارفين ان احنا بنعوض بجلوكوز 10%، فبالتالي هتعوز جلوكوز 10%، سرنجه 3 سم، سرنجه 1 سم، وادوات تركيب الكانولا زي ما احنا اتعلمنا، بحيث ان الدكتور قال لي يا مستر محمد عايزين نعوض بيه كانولا بحاجه جلوكوز 10% بريفرال كانولا. المفروض انك انت بتركب الكانولا بتاعتك، ودي بتبقى اكبر عقبه عندك انت والدكتور في حالات الاي دي ام بالذات، ان هي الطفل بيبقى سمين واورده صعبه، فمحتاج حد بروفيشنال اللي هو يركب له، ولو ما عرفناش نركب المفروض ان احنا بنركب له يو في سي. بعد كده قياس الحرارة، يتم قياس الحرارة كل 15 دقيقة لحد ما درجة حرارة الطفل تستقر. ما تقوليش ان انت حطيت الطفل على الهيتر يبقى انت سبته، ما انت ممكن تحط على الطفل على الهيتر فيتنقل من هايبوثيرميا الى هايبرثيرميا. هايبوثيرميا مشكلة والهايبرثيرميا مشكلة، فالمفروض ان انت بتتابع الحرارة بتاعتك على مدار الساعتين كل ربع ساعة، بحيث انك انت تظبط الحرارة. ولو انت عندك اللي هو نظام تظبيط الحرارة عن طريق الجلد بتاع الطفل، يعني انا بحط السنسور على الجزء الايمن العلوي من البطن، واقول للجهاز الجهاز السيرفو بتاعي يظبط لي الحراره عند 36 ونص، فهو بقى بيعلي وبيوطي براحته، وغير كده كمان بيبقى قايس لي درجه الحراره بتاعه الطفل، فانا كده عامل لها كونتينوس مونيتورنج، فانا بتابعها على طول. لو ما فيش وبتتعامل مانوال بدرجه الحراره بس بتاع السيرفو، يبقى انت تقيس الحراره كل 15 دقيقه. وضع الطفل على نيزل كانولا في حالات صعوبه التنفس، طبعا مش هيبقى عندك حاله صفراء وتروح تحطها على الاكسجين، الا اذا كان عندها اعراض انها صعوبه في التنفس، فبالتالي اتحولت من صفراء او لصفراء مع صعوبه التنفس. تمام. وده هنعرفه لما احنا نقيس العلامات الحيويه بتاعه الطفل، ونشوف اذا كان هو فعلا الطفل بينهج ولا اموره مستقره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بقول لك بقى في المجمل دي الحاجات اللي احنا عملناها في حاله الملاحظه، اللي هو ايه باختصارها، يعني حط الطفل على اكسجين سبورت، ظبط السكر بتاعه، ظبط الحراره بتاعته، اللي هيظهر عليه هو ده الحاجه المشكله الفعليه عنده. تمام كده يا شباب. واحنا عارفين مشاكل بقى من الار دي وكل درجاتها والار دي اس والحاجات دي كلها. لما انا اتجنب بقى درجه الحراره والسكر اظبطه، الاثنين دول العوامل المؤثره اللي ممكن تاثر لي على الغازات والاكسجين ومعدل التنفس بتاع الطفل، يبقى يبقى انا كده اللي هيظهر عند الطفل ده هو المشكله الفعليه بتاعته. بقعد في فتره الملاحظه من ساعتين لثلاث ساعات في المجمل، ولو زادت بيزيد بامر الطبيب. كل ما كان له اعتباراته ان هو يسيب الطفل ده يقعد شويه، يقعد ساعه كمان، شايف ان هو ممكن الاهل مثلا يقولوا لك لا ده مش هينفع ندخله، ده احنا عايزين نحوله لمكان تاني، بس الطبيعي او اخد انا القرار. انا معناها ان انا والدكتور اللي هو التيم بتاعنا. تمام. التيم بتاع الحضانة بناخد القرار بعد ساعتين لثلاث ساعات أقصى حاجة، نقول إن الطفل أموره مستقرة واتحسنت وهيخرج، أو إن الطفل محتاج فولو أب ومحتاج حجز ويتعمل له أشعة وتحاليل ومحتاج حجز عشان نعوض له ونشوف المشكلة فين ونبتدي نحلها. دي بالنسبة لحالات الملاحظة. طيب الحالة بتاعتي اتحولت من ملاحظة إلى حالة دخول، المفروض إن أنا أعمل إيه؟ أول حاجة المفروض إنك أنت بعد ما تتم الإجراءات الدخول على حسب سياسة كل مكان. يعني لو انت في مستشفى حكومه ممكن تقول للاب الطفل ده اتحط ملاحظه، انت بعد اذنك انزل اعمل لنا تذكره دخول، اذا كانت تامين او نفقه او اقتصادي، وتجيبها لنا عشان نقدر نتعامل مع الطفل. تتعامل مع الطفل فالاهل لما يجوا لك بالتذكره، التذكره بيبقى مكتوب فيها اقرار بالموافقه على اجراء اي تدخل طبي في مصلحه الحاله بدون الرجوع للاهل، مع شرح الاهل او بعد شرح الدكتور للاهل المشكله الحاله بالتفصيل والاجابه على اسئلتهم. ده نص الاقرار. لو انت في مستشفى خاصه مثلا، فانت بتبعتهم الحسابات مثلا او الاستقبال، تقول لهم بعد اذنكم ممكن تعمل لنا اقرار دخول في الحسابات، فالحسابات بتعمل له اقرار دخول بتخلص الامور الماديه بتاعتها وتعمل نفس الاقرار، بحيث ان هي تامنك انت والدكتور بانك انتوا تقوموا باي اجراء للحاله. ده غير انك انت بتامن نفسك انك انت تتعامل مع طفل مجهول الهويه، ممكن يجي لك حاله في حضانه خاصه والاهل يسيبوها عندك ملاحظه ويختفوا، فاما يختفوا كده معناها ايه؟ ان انت لبست الحاله دي. ممكن يكون طفل شارع، ممكن يكون ام مثلا متشاكله مع حد وعايزه تسيب ابنها وترميه في الشارع، بدل ما ترميه بتجيبهولك وتسيبه وتمشي، او طفل مخطوف من امه لسه مولوده، وهكذا. فلازم الاجراءات القانونيه دي تتعمل على حسب سياسه كل مكان. انا بقى كتمريض هعمل ايه؟ المفروض بعد الثلاث ساعات هنعمل بقى ايه؟ داتا نبدا عليها الدخول الحاله. الداتا دي هتبقى زي ايه؟ زي قياس العلامات الحيويه كلها، ونركز على قياس عدد التنفس ووزن الطفل وقياس السكر، وانا بقوله لك تاني اهو، وقياس المقاسات بتاعه الطفل اللي هو محيط الراس ومحيط البطن والطول بتاع الطفل.
وبعد كده هنشفط. لو انت مثلا الطفل محتاج ان هو دخول وهو لسه على الهيتر، فاحنا بنعمل الحاجات دي هو لسه على الهيتر، ان هو زودنا ان احنا نقيس محيط الراس والبطن والطول، وبتشفط من الانف والفم لو الطفل محتاج، بحيث انك انت بتكيره بحيث ان هو يخش يتحط على الاكسجين سبورت بتاعه على طول. بعد كده لو الطفل محتاج على على السيرفو، على الهيتر لسه محتاج انك تركب له رايل، سواء اذا كنت تعمل بها ديكمبريشن انك تخرج السوائل الغازات او السوائل الموجوده جوه المعده عشان تخفف الضغط على المعده، فانت بتركب له انبوبه المعده على الهيتر. وبعد كده برضو لو انت هتركب الطفل طبعا طالما دخل الحضانه يعني هياخد على الاقل انتي بايوتيك، وبعد كده ممكن ياخد محاليل، وبالتالي هيتسحب له تحاليل فولو اب. فانا لو ركبت كانولا يبقى انا عامل حسابي في تركيب الكانولا ان انا هجهز الانابيب بتاعه التحاليل، سواء غازات او التحاليل اللي بتتعمل في اول يوم، زي صورة الدم الكاملة والغازات والفصيلة، دول بيتعملوا في أول يوم. تمام. طيب أنا كنت كل ده لسه على الهيتر، قست العلامات الحيوية، قست محيط البطن محيط الراس، شفطت من الطفل ونضفت له مجرى التنفس بتاعه، لو محتاج رايل أي طفل هيتحط على أكسجين سبورت هيتركب له رايل، يبقى أنا هركب له رايل على السيرفو. وركبت كانولا يبقى المفروض ان انا هركب كانولا هسحب منها التحاليل بالمره. الطفل بتاعي ده هو محتاج ان الحفاض بتاعه يتغير وهو على الهيتر عشان ادخله نضيف، بدخله على الهيتر. طيب وبعد كده المفروض ان انا عايز هحط الطفل ده في حضانه، يعني انا المفروض اعرف الطفل ده هويته ايه، فالمفروض ان انا اركب له اسوره مكتوب فيها الاي دي بتاعه، مكتوب فيها الاسم رباعي وتاريخ الدخول ونوع الطفل ولد او بنت والتشخيص المبدئي بتاعه. وبيقول لك لما انت تاخد قرار الدخول وقبل ما تخش في الهيصه الحاجات اللي انت هتعملها دي، اول حاجه تعملها انك انت تعمل ايه، تروح تشغل المحضن وتجهز الطفل. على ما تجهز الطفل يكون الحضانه جهزت. تجهز المحضن تعمل ايه يا مستر محمد؟ تجهز المحضن بانك انت بتوصله بسم الله الرحمن الرحيم، بتوصله بمصدر الحراره، وتمسح المحضن سواء اذا كنت هتمسحه بكحول او بميه على حسب سياسه المكان اللي انت فيه، وتفرش المحضن بتاعك كده. المحضن بقى جاهز. لسه الادوات اللي احنا هنستخدمها حوالين المحضن زي ايه يا مستر محمد؟ زي البلس اوكسيمتر او المونيتور عشان تقيس الحراره، تقيس نسبه تشبع الدم والهارت ريت والضغط والحراره للطفل. و السيرنج بامب على الاقل بتحتاج سيرنج بامب او انفيوجن بامب واحده جنب الحضانه. يبقى انت كده جهزت الحضانه، شغلتها وفرشتها فمسحتها وفرشتها بالترتيب، وبعد كده اتاكدت ان البلس موجود وشغال، واتاكدت ان السيرنج بامب او الانفيوجن بامب شغال. اول ما خدت قرار الدخول بعد كده دول مش هياخدوا مني ثواني. بعد كده اروح على الهيتر اجهز بقى الطفل، قيس الحراره، قيس الوزن، قيس السكر، قيس محيط البطن، محيط والطول والوزن، وشفطت ونضفت الطفل كده وركبت له الرايل بتاعته وركبت الكلام وسحبت التحاليل وعرفت الطفل. المفروض ان احنا هنعمل ايه بقى؟ المفروض ان احنا نعمل ايه لو الطفل محطوط على نيزل؟ كده كده خلاص انا الدنيا كلها جاهزه معايا، بفك السنسور اللي متركب بتاع السيرفو من الطفل، وبفك البلس اوكسيمتر اللي متركب على السيرفو، والطفل بقى فري. باخد النيزل بتاعته من جنب السيرفو واخد الطفل على ايديا واروح ادخله جوه الحضانه واوصله بمصدر الاكسجين بتاعه واوصله بالبلس اوكسيمتر. كده يبقى انا امنت الطفل بتاعي على نيزل كانولا واظبط الحراره بتاعته. طيب لو في اضافه تانية بقى انك انت عايز تحط الطفل ده على سباب، هجهز السباب فين وهسيب الطفل على الهيتر ولا ادخله الحضانه؟ المفروض ان انا لو هو على نازل وهحطه على سباب، على ما اجهز السباب انا كنت جهزت الحضانه وجهزت الطفل، هاخد الطفل ادخله قلب الحضانه واروح على السيرفو بقى افرش فرشه معقمه كده، وعلى ترابيزه معقمه افرش فرشه واجهز وصلات السباب بتاعتي براحتي، واجهز وصلات السباب واجهز الفرشه. انا كنت عامل فيديو للريسترين بتاعي او التثبيته بتاعت الجهاز السباب دي على اليوتيوب، انصحكم ان كنتوا تشوفوها، تثبيته جميله جدا. وخلصت التثبيت بتاعي. طب انت اقوم رايح مركب السباق، طب انت ليه دخلت الطفل من جوه من جوه من السيرفر جوه الحضانه وما عملتش الحاجه دي وهو الطفل لسه على السيرفر؟ عشان اقول لك ان انا الطفل طول ما هو جوه الحضانه يبقى انا المفروض ان انا حاطه على اكسجين سبورت، والحراره بتاعته بتبقى اكفأ بكتير جدا من ان انا احطه على السيرفو. تمام. وموصله بالبلس اوكسيمتر. والمفروض ان انا بجهز السباب بتاعي واروح اركب السباب. يبقى انا كده جهزت حياة الطفل، حافظت على حياة الطفل والحرارة والراندوم، وجهزت السباب وحافظت على الريسبيراتوري. كده المفروض ان احنا نروح نجهز بقى ايه؟ الحاجات اللي هي العلاجية اللي هي هتحافظ على الجسم البادي ككل، والتغذية زي المحاليل. ولو انت هتحط الطفل على سبورتات زي الدوبامين والدوبيتامين والدورميكام، المفروض انك انت بتجهز الحاجات دي دلوقتي بقى. يبقى انا الطفل خلاص ملاحظة، بعد ملاحظة خدت قرار الدخول، رحت جهزت الحضانة،
جهزت الحضانه وايه، رحت على السيرفو تاني، عملت كل الاجراءات اللي انا قلت لكم عليها دي، ودخلت الطفل في السيرفو. لو انا هحطه على جهاز تنفس صناعي او انا هحطه على سباب، المفروض ان هو جوه الحضانه انا بقى ببتدي اجهز السباب والايه وجهاز التنفس الصناعي حوالين الطفل بتاعي. تمام. الا اذا في نقطه الجهاز التنفس الصناعي دي ممكن وانا بجهز الحضانه والمونيتور والسرنجه الكهربائيه، اجهز الجهاز التنفس الصناعي والوصلاته، والدكتور يشغله ويظبط البارامتر ويعمل له ستاند باي، بحيث ان انا اخده من على السيرفو وكنت شغال عليه امبو، اخده احطه في الحضانه على جهاز التنفس الصناعي على طول. تمام. ايا كان دي مجرد ترتيب افكار. يعني انت ممكن انت يكون عندك تسيب الطفل على السيرفو، ومتاح معاك انك تسيبه على السيرفو وتروح تجهز السباب، بحيث ان الطفل يتنقل جوه الحضانه يتحط على السباب على طول، والمونيتور بتاعه والبلس اوكسيمتر بتاعه. المهم خلصت الحاجات دي، أنا قلت لك بقى المفروض انك انت تروح تجهز الحاجات بتاعتك زي اللي هي الادويه والمحاليل. الادويه والمحاليل احنا اتكلمنا في الاجراءات التمريضيه ازاي تجهز الادويه والمحاليل، وازاي تعمل سترايل تكنيك وسترايل فيلد، بحيث انك انت تجهز الحاجات بتاعتك دي. والمفروض انك انت تخلي بالك برضو انك انت وانت بتوزع الادويه، زي ما احنا اتعلمنا برضو، وانت بتوزع الادويه. مثلا الطفل بتاعي داخل الساعه 9 الصبح او الساعه 9 بالليل، 9 الصبح او 8 الصبح او 8 ونص او 9، المفروض دي وقت تسليم وتسلم الشيفت. المفروض ده ابعد عن اعطاء الادويه في وقت تسليم وتسلم الشيفت، عشان امنع ان انا افقدها، ان حد ينسى ويتلبخ في الشيفت ما يديهاش، او ان انا اخرها. تمام. اذا على ما استلم الشيفت وعلى ما اعرف الكير وعلى اشوف الادويه بتاعتي فين واعمل مصرف من الصيدليه، تيجي تبص تلاقي الدواء بتاعك اتاخر ساعه او ساعتين، واحنا عرفنا اهميه تاخير الدواء بتاعنا ايه. تمام. جهزت الادويه واديها للطفل كده، الحاله بتاعتي خلاص كانت ملاحظه، اتحولت للدخول ودخلت وامورها مستقره. طيب انا الطفل بتاعي على جهاز على السيرفو، الدكتور لقى الحاله محتاجه جهاز تنفس صناعي وهي لسه على الهيتر مزرق، هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا نجهز له ادوات تركيب الانبوبه الحنجريه، وانا قلتها وشرحتها قبل كده وهشرحها لك تاني. ادوات تركيب الانبوبه الحنجريه محتاج جهاز تشفيط، محتاج منظار حنجري مقاس عندنا زيرو ودبل دبل زيرو وزيرو واحد. دبل زيرو ده اللي هو اقل مقاس، وزيرو ده المقاس المتوسط، وواحد ده اللي هو اكبر مقاس. ومحتاج انبو باج متوصل بمصدر اكسجين، ويكون في الريسيفوار دي البالونه اللي بتبقى راكبه في الجهاز السيرفو، والمفروض ان هي بتبقى ايه يا ربي، بتبقى بتزود تركيز الاكسجين. بعد كده الانبوبه الحنجريه على حسب وزن وعمر الطفل، وعملت لك جدول جميل كده انت ممكن تحسبها على وزن الطفل بس. فالطفل اقل من كيلو تحط له تجهز له تيوبه 2 ونص، وكيلو ل 2 كيلو 3، و اكتر من 2 كيلو المفروض انك انت من 2 كيلو اكتر من 2 كيلو المفروض انك انت تجيب له تجهز له تيوبه 3 ونص. الطفل اكتر من 3 كيلو تجهز له 4. هتقول لي يا مستر محمد هي المقاسات دي بالظبط؟ انا بقول لك المفروض انك انت الطفل كيلو كيلو ونص، المفروض انك انت تجهز له التيوبه اللي انا حاططها في الجدول، او منظمه الصحه العالميه واليونيتر جايد لاينز وكتاب وزاره الصحه اللي قال لنا جهزوا تيوب 2 ونص. جهز يا حبيبي 2 ونص و3، بحيث ان الدكتور لما يجي يخش ويشوف الفيو ويلاقيها مليكه او تلاقيها واسعه، المكان واسع، فيدخل التيوبه الايه الاكبر. ولو لقى العكس، لو جه يركب التيوبه الثلاثه ولقاها الدنيا ضيقه وهتعمل تروما للطفل، فيركب التيوبه الاقل منها. تمام. وبعد كده محتاج سماعه طبيب، بحيث انك انت تسمع بعد ما التيوبه تركب تعرف ان التيوبه مكانها ولا لا، وبلاستر عشان تثبت التيوبه، ورايل انبوبه المعده. انبوبه المعده انا بحب اجهزها مع تركيب الانبوبه الحنجريه، بحيث اثبتهم تثبيته واحده. وانا كنت حاطط اجراءات تمريضيه للحاله على جهاز تنفس صناعي، وعرفتكم الطريقه دي بتتعمل ازاي، وتثبتهم الاثنين مع بعض ازاي. تمام. بعد كده محتاج مشرط جراحي. مشرط جراحي ليه؟ مشرط جراحي ده عشان نقصر الانبوبه الحنجريه. الانبوبه الحنجريه بتبقى مثلا طولها 20 سم مثلا، انت ركبت وزن الطفل زائد 6، يعني مثلا ثبت لو الطفل 3 كيلو ثبت على 9، فانت معاك تقريبا 11 سم زياده. 11 سم زياده دول بيعملوا مقاومه مع الجهاز التنفس الصناعي. المفروض انك انت بتقصرهم، بتسيب من بعد، بتثبت عند فم الطفل كده من 4 ل 5 سم، وتقطع التيوبه بحيث انك انت تقلل المقاومه مع جهاز التنفس الصناعي. بقول لك بقى في حالة ان الطفل هيفضل على الهيتر، محافظين على حياته بالانبو باج على ما نجهز المحضن زي ما قلت لك اهو، ووضع باص اوكسيمتر والسرنجة الكهربائية والجهاز التنفس الصناعي، والدكتور يظبط الاعدادات بتاعته ويعمله ستاند باي، وتركب وصلاتك وتتأكد ان كل حاجة شغالة. وبعدها بيتم نقل الطفل بالانبو باج لحد الحضانة، وتحط على جهاز تنفس صناعي.
توصل المونيتور بتاعك، تروح تجهز الادويه بتاعتك تديها للطفل، يبقى الحاله كده اتحولت من ملاحظه لدخول. وقلت لك اهو لو دخول على جهاز تنفس صناعي هتخش عامله ازاي، واديتها العلاجات بتاعتها. كل الكلام ده ما ياخدش منك وقت لو انت مرتب نفسك وعارف انت هتعمل ايه في الوقت ان هو تمام. خلاص احنا كده دخلنا الحاله، والحاله بتاعتنا هتنقسم لحاله لا اما ار دي، لا اما اي دي ام، لا اما نيونيتال جوندس، لا اما حاجه كونجينيتال. وعرفنا هنعمل معاها ايه، هنعرف مع بعض دلوقتي نعمل معاها ايه. العنايه التمريضيه بقى كل 3 ساعات. بيقول لك تجهيز ادواتك، ولو في جلسه استنشاق لو ميعادها قبل الدخول للطفل، تجهيز ادواتك اللي هي ايه؟ عندك ادوات تغيير الحفاض، كل حاجه على حده. الطفل كده كده كل 3 ساعات محتاج تغيير الحفاض يا حبيبي. لو انت جهزت البامبر، وجهزت قطنه مبلوله ميه ومعصوره نص عصره، وقطنه ناشفه، تمام. وقطنه ناشفه، وانا ما بحبش القطنه الناشفه عشان بتسيب بقايا فبتعمل تسلخات للطفل، فانت ممكن تستخدم فوط معقمه اللي هي ال 30 في 30 اللي احنا بننشف فيها ايدينا دي، تمام. والطفل لقيته مش عامل براز ومش هتغير البامبرز، او مش عامل براز ولا بول ومش هتغير البامبرز، مش هيحصل حاجه لو رمات القطنه المبلوله، يعني مش هيحصل حاجه، بس انت مش هتقف في تعقيمك وتروح تدور على الحاجات دي، تمام. بتجهز ادوات قياس السكر العشوائي، ده طبعا اللي هو اسمه ايه، الراندوم بلاد شوجر، اللي هو جهاز السكر والشريط بتاعه. طب هنقيسها لمين او هنجهزها لمين؟ لاي طفل بياخد محاليل ما عدا حالات الصفرة او حسب امر الطبيب. يعني حاله الصفرة لو الدكتور شايف فيها مشكله وعايز يقيس لها الصفرة وكاتب لك في شيت العلاج، ماشي. لو حاله الصفرة بتاخد محاليل يبقى هي تندرج تحت اي طفل بياخد محاليل، يبقى المفروض ان احنا نقيس له السكر كل كام؟ روتيني المفروض كل 12 ساعة. طب الحالة بقى فيما عدا ذلك، حالة مثلا اي دي ام وحالة بتاخد بولس وبتاع، الاي دي ام احنا عارفين الجدول بتاعها وهنتعامل مع الجدول ازاي زي ما اتعلمنا. ولو حالة مثلا قلب او الحالة المحاليل بتاعتها او حالتها مش مستقرة، الدكتور ممكن يقول لك كل 6 ساعات او كل 12، لكن روتين احنا بنتكلم في روتين كل 12. قياس الحرارة الطفل كل 3 ساعات، والعلامات الحيويه كلها كل 3 ساعات، تمام. كده كده الطفل متوصل بمونيتور، والطفل متوصل بيقيس درجه الحراره ونبضات القلب. انت المفروض انك انت هتقيس الحراره، وهتقيس الراندوم بلاد شوجر، وهتقيس الايه، معدل التنفس بالترتيب كده. المفروض انك انت تقيس ايه الاول؟ انا عايز ارتب افكاري. المفروض يا حبيبي انك انت داخل للحاله دهيا، المفروض ان هي خلاص محطوطه على البلس اوكسيمتر، يعني انت هتقيس الحراره، هتقيس الهارت ريت، وهتقيس الساتوريشن، خلاص متقاسين لوحدهم. انا قبل ما اخش للطفل ده، وقبل ما ادخل الحضانه واعمل له ستيميليشن وازود الريتم بتاع التنفس بتاعه، المفروض وهو بره وانا لسه بره كده، بعد ما جهزت ادواتي وانا واقف على الحضانه من بره، بعد التنفس بتاعه، بطنه تعلى وتوطى، يبقى كده نفس واحد، بعد لحد دقيقه، بعرف معدل التنفس بتاعه. اول ما ادخل للطفل بتاعي ده، هو المفروض ان انا بشتغل من مور كلين للليس كلين، تمام. لو غيرت له البامبرز ولا شفطت له ولا عملت له جلسه، وانا جيت اقيس له السكر، فانا كده عملت له حاجه اسمها ستريسفول هايبر جلايسيميا. يعني السكر بتاعه لو كان سي مثلا 50، فانا ما عملت له ستيميوليشن وخليته يعيط ويتحرك ويتألم، فالسكر بتاعه عالي عن الطبيعي، فانا ما قستش السكر الفعلي بتاعه. فالمفروض ان انا اول حاجه بعملها بقيس له السكر بتاعه، يبقى ده الفعلي بتاع الطفل بتاعي في قلب الحضانه. يبقى انا قست الحاجات هارت ريت والساتوريشن من بره والتنفس من بره. اول حاجه دخلت عملتها لو هو في مقاس سكر، قست السكر بتاعه. لو في تركيب كانولا، خلاص انا هركب الكانولا، واول نقطه هتطلع منها هقيس بيها السكر. يبقى انا كده ايه، مسكت العصايه من النص، عملت اجراء كلير وما شكتش الطفل مرتين، وفي نفس الوقت منعت، او الطفل مش هيلحق يخش في ستريسفول هايبر جلايسيميا، فخدت القراءه الصحيحه للسكر العشوائي بتاع الطفل بتاعي، تمام. قياس محيط البطن، وخاصة لو الطفل بيرضع، يتقاس قبل الرضاعة وبعد الرضاعة، ويتم تسجيلها في تذكرة الطفل. طب ليه قبل الرضاعة؟ بعد الرضاعة وعرفنا يا مستر محمد، معلش قبل الرضاعة وعرفنا ليه يا مستر محمد؟ عشان نشوف إذا كان في انتفاخات ولا لأ. طب بعد الرضاعة بتقيسها ليه؟ عشان أنت عارف زي ما احنا اتعلمنا مع بعض إن بعد الرضاعة بتزيد محيط البطن من نص لواحد سنتي. فالمفروض ان انا مثلا طلعت 23 بعد الرضاعه، وجيت الرضاعه اللي بعدها قيس محيط البطن لقيته 23، كده معناها ايه؟ ان ما حصلش هضم وان في ديستنشن. فالمفروض ان انا كنت اصلا فاتح الانبوبه المعده على اوبن رايل، تمام، ما شفطتش من المعده، فتحتها على اوبن رايل. فالمفروض ان هو لقيت فيها ريزيدوال او ما لقيتش فيها ريزيدوال، ولقيت محيط البطن كبير، يبقى فيه غازات او انتفاخات او رضاعه غير مهضومه. فالمفروض ان انا ابلغ الدكتور، وده هيأثر على قرار الرضاعه اللي بعدها، تمام. كده عملنا الحاجات اللي فيها دم، تمام.
عندنا بعد كده المفروض ان احنا روتين اي طفل في اول 7 ايام المفروض تحط له قطره في العين وتحط له قطره في الانف وترش كحول على السره. ده المفروض كل كير او كل 3 ساعات على ما بتخش للطفل بتاعك في اول 7 ايام. تمام. وبعد كده وبتفحص السره برضو تشوف فيها اذا كان فيها نزيف او فيها صديد او ريحتها وحشه او الكورد بتاعه وقع. المفروض انك انت بتلاحظ الحاجات دي وتعرف الدكتور اذا كان في مشكله واجهتك ولا لا. طيب الطفل ده مركب كانولا اصلا وانا مش هركب له كانولا وداخل له كل 3 ساعات يا مستر محمد، هعمل له ايه؟ المفروض انك انت تشوف الكانولا دي شغاله ولا لا. هتشوفها بعينك، انك انت تشوف الجلد بتاعه مش مورم او مش ملتهب او دراعه مش منتفخ. ولو انت شاكك هات الدراعين جنب بعض او الرجلين جنب بعض ونشوفهم زي نشوفهم مقاسهم زي بعض. لو لقيت في فرق لو بسيط يبقى انت كده الفرق ده هو اللي اثره سواء البلاستر او المحلول. فالمفروض انك انت تتاكد منها سواء اذا كنت هتغيرها او تشيلها. تمام. آه، وتتاكد من ان الكانولا شغال. وبعد كده هتتاكد ده بعينك. وبعد كده انك انت تعمل لها تيست عندك من 1 ل 3 سنتي، تيست بنورمال صلاين بحيث ان لو الكانولا مقوته تعرف تتعامل معاها ازاي. تمام. طيب لو الطفل بتاعي ده هو مركب قسطرة سرة مركزية، قسطرة سرة أو قسطرة مركزية بتفحصها برضو إنك أنت تشوفها شغالة، الوصلات تمام، ال الفلو بتاعها كويس، إنك أنت الوصلات الثلاثية اللي راكبة فعلا راكبة وشغالة كويس، ما أناش ناسيها وقافل ولسه هتعمل معاها إيه، تعمل معاها إيكولوجن أو كده. ولو في غرز، لو في غرز راكبة على قسطرة السرة أو القسطرة المركزية، وأنا هعمل كير اللي هو الاولاني بتاعي ممكن اغير على اغير عليهم. لو هو الطفل مركب شيست تيوب او مركب قسطره المفروض ان انا بغير عليها دريسنج في اول شيفت بتاعي. تمام. بغير الدريسنج بتاعي، واشوف وانا بغير الدريسنج اشوف الوصلات واشوف الصديد بتاعه كويس ولا لا. في اماكن بتعمل الكير ده او تغيير الدريسنج ده في اول الشيفت، وفي ناس بتعملها في نهايه الشيفت اللي هو الكير كل 24 ساعه زي ما هعرفكم دلوقتي. بيقول لك لو الطفل محتاج تركيب كانولا او سحب تحليل يتم عملها في نفس خطوة رقم 7. بيقول لك ملاحظات عامة بقى لأي أمر غير طبيعي في الطفل: كانولا مورمة، انتفاخ في البطن، درجة حرارة عالية أو واطية، الطفل بيجمع مرتجع أو ريزيدوال في أنبوبة المعدة، لونه غريب، الطفل بيكح كحة، حركته مختلفة، جلده فيه نقط حمراء، جلده عينه فيها لون أصفر، جلده اتغير لون أصفر، مكان البامبرز لونه اتغير، الطفل مثلا مكان الخصية مش موجودة زي ما احنا اتعلمنا في التشوهات الخلقية، فتحة الشرج مش مكانها، الطفل ما بيعملش براز، ده بيعمل براز بس اسهال، ده بيعمل براز ده لونه بني، ده بيعمل يورين بس لونه كونسنتريز ولونه اصفر غامق، الطفل بيفرك وبيعيط وبيتألم بدرجة كبيرة مع ان عامل له كل حاجة، مغير له البامبرز ومغير له الحرارة، مظبط له الحرارة ومظبط له الراندم وحرارة الحضانة كويسة والمحاليل شغالة كويس ومتأكد ان الكانولا كويسة. دي كلها ملاحظات عامة لازم تبلغ بيها. وما تستهونش بأي حاجة. الطفل بتاعك ما بيتكلمش ومفيش حد بينك وبينه غير ربنا، فانت المفروض انك انت تكون فايق ومتابع كل حاجة كبيرة وصغيرة. المفروض انك انت بقى بتسمع صدر الطفل عشان تقيم لو كنت هتعمل له جلسة تعرف اذا كانت الجلسة بتاعته دي وصلت للي انت محتاجه او فرقت معاه ولا ما فرقتش. بتسمع صوت حركة الامعاء تشوف ان الطفل الامعاء بتاعته شغالة كويس ولا لا. طبعا ده شغل الدكتور وانت بتشتغل برضه من باب انك انت المفروض ان احنا فريق كامل بنذكر بعض، ودي ما فيهاش اي مشكله ولا فيها اي عيب في الحضانات بالذات. فحص خصيه الطفل: المفروض ان بتمسك البويضه بتاع الطفل كده، المفروض يكونوا في كيس الصفن بتاعه في كيس الصفن بتاعه. المفروض لو انا لقيتها عاليه، حتى لو الدكتور فحص الطفل بعد كده، فانا لو ما انا اساله واقول له يا دكتور انا حاسس ان الخصيه عاليه شويه، فيجي يقول لي يقوم داخل فحص الطفل تاني فيجي يقول لي ده ما تقلقش يا مستر محمد، ده المفروض ان دي قريبه وان هي يعمل لها فولو اب لمده اسبوع، او ان هي الحاله لا ده معلقه والمفروض نعمل لها عرض جراحه وهكذا. تمام. وممكن تلاقي ان الخصيه بتاعته مورمه شويه، والخصيه دي المفروض ان هي يكون حاجه اسمها هيدروسيل. المفروض ان هي دي بتتجمع في لمده تقريبا 7 ل 10 ايام وبتروح لوحدها ما فيش اي مشاكل خالص. وبالنسبه للبنات بتشوف الشفرات الكبيره اللي هو الليبيا مايجورا والليبيا ماينورا وفتحه اليوريثرا وفتحه المهبل مكانها كويس امورها تمام ما فيش اي مشكله خالص. فتحه الشرج طبعا تكون مكانها وبيتنت. لو الطفل لسه على السيرفو ممكن نحط له الترمومتر نقيس له الحراره اول مره، فانت قست الحراره اول مره من الشرج فعرفت ان هي بيتنت وشغاله.
وترمي الترمومتر ده تاني، او انك انت تجيب رايل جديده وتحط جل وتدخل من 2 ل 3 سنتي، عشان من 1 ل 2 سنتي جوه فتحه الشرج عشان تتاكد ان هي بيتنت ومفتوحه وشغاله. بعد كده اخر حاجه بقى خالص بتغير الحفاض مع ملاحظه وجود بول او براز، ولو في براز شكله عامل ازاي، سايل ولا متماسك، وتبقى عارف ان في حاجه اسمها موكينيوم موكينيوم اللي هو البراز المتماسك اللي لونه اخضر او لونه زيتي، بتنزل مع بدء الرضاعه في اول اسبوع، من 3 لحد اسبوع، ده عادي مفيش اي مشكله منها خالص. بعد كده بتغير لون البراز للون الاصفر. طب لو لقيته لونه اخضر المفروض ان انا ابلغ بيه، تمام، الدكتور، تمام. وبعد كده بتلاحظ الجلد مكانه، الجلد ده في احمرار، في تسلخات، في نقط تجمعات بيضة جنب بعضها ولا لا، جلده اي حاجه غريبه غير الجلد الطبيعي لازم تبلغ بيها. وبعد التغيير بنقوم بلف الحفاض، تمام، ونوزنه عشان نعرف كميه البول. وعرفتكم في الاجراءات التمريضيه ازاي تحسب كميه البول حتى لو في براز او بول ازاي، تمام. لسه ايه تاني يا اولاد؟ طيب في نقطه هنا بقولها لك، لو انا الطفل بتاعي ده هيرضع، انا تقريبا قلتها تحت. لو انا عندي رضاعه وعندي تغيير حفاض، المفروض ان احنا بنشتغل من الموركلين للليسكلين. يعني انا لو عندي تركيب كانولا او سحب تحاليل المفروض دي الاول. بعد كده المفروض ان انا لو انا عايز ارضع واغير البامبرز، المفروض ان الانضف ان انا ارضع وبعد كده اغير البامبرز. في الحاله دي بس بنستثنى ان احنا نخلي البامبرز هو اللي يتعمل الاول، وبحيث ان انا لو رضعت الطفل وجيت اغير له البامبرز هعمل له ان هو الطفل يبقى مش هادي او يبقى irritable، فبالتالي ممكن الطفل يرجع معايا او ما يبقاش مرتاح. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ ان انا اغير الدايبر بتاعي عادي، واروح اغير الجوانتي بتاعي او اتعقم تاني وارجع، ايه، الطفل يكون هدى، وانا كنت مش هعمل له بقى اي حاجة تانية، دي اخر حاجة اللي هي الرضاعة، فيبقى اموره مستقرة خلاص، عشان ما رضعش وارجع الطفل يرجع مني تاني. خلصنا كده الطفل. عندنا بقى العناية بالمحضن والطفل. نقوم بمسح جسم الطفل بقطعة قطن بها شامبو، ده اللي هو تدي شاور للطفل، وانا علمتك ازاي تدي شاور فوق، وماء دافي، ثم التنشيف بقطنة، بنبتدي من الراس الى الاطراف، ده اللي انت تدي للطفل شاور جوه الحضانة، تمام. بالنسبة للمحضن بقى بتقوم بتغيير الفرش. طبعا انت كل الحاجات دي، البامبرز ممكن يكون وقع منك، التشفيط ممكن يكون وقع منك، الكانولا ممكن تكون وقعت منك، فانت بتغير الفرش بتاعك، وبتمسح المحضن من بره بفرشة معقمة قطن بكحول، بتبخ البخة وتمسح بحيث انك انت تنظف المحضن من جوه ومن بره، بحيث لو ايدك لمسته وانت تكون متعقم فانت ما تقفش التعقيم بتاعك. بيقول لك اهو: يتم تأجيل الرضاعة آخر حاجة تتعمل عشان تمنع قلق الطفل وتمنع الترجيع، بس انت غيرت الحفاض يبقى لازم تعيد تعقيم الايد بتاعتك او تلبس او تغير الجوانتي بتاعك. مراجعة مع ايه ده مراجعة ميعاد تغيير المحضن حسب الجدول. يعني احنا في الحضانات المفروض ان الطفل لو قعد 5 ايام وهو بري تيرم نغير الحضانة بتاعته، لو الطفل قعد 7 ايام وهو فول تيرم في نفس الحضانة المفروض نغير الحضانة بتاعته. بعد كده بتسجل كل البيانات في قلب شيت العلاج بتاع الطفل: اعطاء العلاج، لو انت اديت العلاج بتاعه، نسبة السكر، محيط البطن، كمية الرضاعة، والملاحظات طبعا، ومعدل وهقول لك تسجل الحاجات دي ازاي: معدل نبضات القلب، نسبة الأكسجين، عدد التنفس، كمية البول، إضافة أي ملاحظة أخرى. العناية التمريضية بقى كل 24 ساعة. طبعا كل الحاجات اللي أنا قلت لك دي تتعمل لكل الحالات، تمام. العناية التمريضية بقى كل 24 ساعة تختلف حسب سياسة كل مكان، في الغالب بتبقى في نهاية الشفت السهر أو بداية الشفت الصباحي. أنا عندي مثلا في الحضانة بتاعتي المركزين بتوعي اللي أنا مشرف عليهم، يعني بقى عامل اللي هو في نهاية الشفت السهر، يعني اللي بيعمل كير 6 الصبح ده بيعمل كل الحاجات اللي أنا هقول لك عليها دلوقتي. نفس العناية التمريضية كل 3 ساعات عادي، اللي هو قياس العلامات الحيوية، محيط البطن، السكر، الراندوم، انك انت تشفط للطفل، تعمل له جلسة، تركب له رايل، ترضعه، تغير البامبرز، تديله شاور، كل ده عادي. مع ايه بقى؟ المفروض توزن الطفل كل 24 ساعة بعد تغيير الحفاض، وذلك لتغيير تذكرة العلاج حسب الوزن الجديد. يعني المفروض ان انا كل طفل كل 24 ساعة زي ما احنا اتعلمنا في حساب الأدوية والمحاليل بنغير حسبة الأدوية والمحاليل بتاعته. فالمفروض ان انا باخد الوزن الفعلي بتاعه، وقلت لك بعد ما تغير الحفاض عشان الحفاض يبقى فاضي، سواء لو وزنت الطفل بالحفاض فانت هتخصم وزن الحفاض، او لو وزنت الطفل من غير حفاض خالص فانت كده كده خدت الوزن الفعلي بتاع جسم الطفل، اللي المفروض هحسب دواء او محلول للوزن كجسم الطفل ككتله.
تغيير السرنجات واجهزه المحاليل واساطر التشفيط وسرنجات الادويه والمستخدمه. اي حاجه كنت فاتحها للطفل بتتغير. تمام. سواء بقى محاليل بتغيرها كل 24 ساعة، السرنجات، السرنجة الخمسين اللي الطفل شغال عليها انفيوجن بالوصلة الثلاثية بجهاز المحاليل بتاعه، المفروض ان كل ده بتغير. اساطر التشفيط بتترمى، احنا قلنا بتترمى كل 12 او كل 24 ساعة عادي، ما فيش اي مشكلة. سرنجات الادوية كل ما بتدي دواء في كل 12 او كل 6 او كل 24 ساعة المفروض بتخلص بترمي السرنجات، ما بتستخدمهاش تاني خالص. من الحاجات الثابتة قياس السكر كل 12 ساعة، ووزن الطفل كل 24 ساعة، وتغيير السرنجات وأجهزة المحاليل وأساطر التشفيط وسرنجات الأدوية دي قلت لك عليها، يتم التغيير كل 24 ساعة لتقليل انتشار العدوى. بيقول لك بنختار من العناية التمريضية على حسب احتياج الطفل، يعني مش كل حاجة بتتعمل روتين، الحاجات اللي أنا قلت لك عليها دي كلها روتين. تمام. أساسية. بنختار بقى من العناية التمريضية على حسب احتياج الطفل، من إعطاء دواء لو أنت هتديله دواء، لو أنت هترضعه، تغيير حفاض، ما هو طبعا أنا مش هعمل كل الحاجات دي كل 3 ساعات، يعني مش كل ممكن مش كل 3 ساعات ارضع، ممكن مش كل 3 ساعات ادي رضاعه، ادي دواء، مش كل 3 ساعات ادي جلسه. تمام. مش كل 3 ساعات لازم ادي دش للطفل. تمام. فانت بتشوف بقى الانسب للطفل على حسب الخطه التمريضيه اللي انت هتحطها، وعلى حسب احتياج الطفل، وعلى حسب توزيع الادويه والاحتياج الطفل بتاعك، سواء بقى الجلسه لشاور لرضاعه. كل الحاجات دي انت بترتبها مع نفسك. بيقول لك بقى من اعطاء ادويه ورضاعه وتغيير حفاض وتشفيط وجلسه وحمام للطفل وقياس درجه الحراره وقياس عدد التنفس، وعلى حسب احتياج الطفل انت بتقرا الشيت العلاجي بتاع الطفل، وتشوف الحاجات اللي انت هتعملها وترتب الاجراءات التمريضيه مع الاوامر الدكتور الطبيب، فبالتالي تطلع بخطه علاجيه كامله مزجت فيها الاجراءات التمريضيه مع العنايه الطبيه اللي الدكتور بيشيدها لك. نركب كانولا ونسحب منها دم او نعطي وممكن كمان نركب كانولا زي ما قلت لك اهو ونسحب منها دم او نعطي فيها ادويه، وممكن كمان نسحب بسن عادي، مش شرط كانولا. بعد كده قياس السكر كده، الحاجات المتعلقه بالدم، وبعد كده عمل جلسه وتشفيط، وبعدها تقوم بتغيير الحفاض ثم رضاعه الطفل. مجرد تصور للخطه اللي هننفذ بيها العنايه التمريضيه بالاضافه الى العنايه الطبيه حسب امر الطبيب. عشان مثلا ما ينفعش تشفط بعد الرضاعه، فهل ينفع ترضع وبعدها تعمل جلسه وتشفط؟ لا. المفروض انك انت بتعمل جلسة وبتشفط والطفل بيغير له البامبرز وخلاص، اخر حاجة هعملها ارضعه. كمان مثلا ينفع تتعامل مع الحفاض والبول والبراز وبعدها تروح تعطي ادوية او تسحب دم؟ لا طبعا. المفروض انك انت لا اما هتقف التعقيم بتاعك وتروح تتعقم تاني من الاول، وده مش هيحصل، فبالتالي انك انت هتنقل عدوى عشان انت عملت حاجه فيها تلوث زي تغيير الحفاض، وتعاملت مع بول وبراز ورحت مسكت ادويه ومسكت كانولا انك انت تسحب دم او تدي ادويه. اختصار لترتيب الافكار، اول حاجه تكون مجهز كل ادواتك علشان لما تدخل للطفل ما تخرجش من عنده. تمام. وتبوظ تعقيمك، وعلشان تقلل المده اللي بتقدم فيها العنايه التمريضيه، طول ما كل ادواتك تكون جاهزه وانت مرتب افكارك عارف هتعمل ايه بالترتيب، هتخش تعمله وتخرج بدون ما تعمل مشاكل او تعمل عدوى للطفل، وفي اقل وقت ممكن وباعلى كفاءه ممكنه. تاني حاجة انك ترتب العناية التمريضية من اللي بيحتاج تعقيم افضل او من الانظف الى الاقل نظافة لمكافحة انتشار العدوى، عشان برضو تقلل انك انت تروح تقف تعقيمك وانك انت تقلل انتشار العدوى بتاعتك. برضو ما تنساش الاهم لحالة الطفل، يعني ما يبقاش الطفل نفسه سريع ومحتاج جلسة وتشفيط وانت تروح تركب لي كانولا. فاهمني؟ انا الطفل بينهج معايا وبيزرق اهو، اعمل له جلسة وشفط الحالة بتاعته. هتقول لي بس الكانولا مور كلين او الانضف عن التشفيط وانك انت تعمل له جلسه. طيب يا حبيبي، ما انت بتمزج الاتنين مع بعض، يعني ينفع تكون بتنهج وتكون بتزرق ومليان افرازات واروح اركب لك كانولا؟ فاهمني؟ يبقى برضه ما تنساش الاهم للحاله الطفل، يعني ما يبقاش الطفل نفسه سريع ومحتاج جلسه وتشفيط وانت تروح تركب كانولا او تسحب او تعطي الطفل دش مثلا او شاور. رتب افكارك في ورقه خارجيه، وما تنساش الحاجات اللي قلنا عليها علشان توصل لتقديم افضل عنايه تمريضيه باقل وقت واقل مشاكل للطفل. بالله انا قعدت لفتره كبيره جدا كنت برتب الافكار التمريضيه بتاعتي في ورقه واكتب كده انا عايز اعمل جلسه، عايز اشفط، عايز اركب كانولا، عايز اغير بامبرز، عايز اقيس السكر بتاعه. تمام. عايز اسحب تحاليل، بكتب الحاجات دي في ورقه واقعد اكتب دي رقم واحد، دي رقم اتنين، دي رقم تلاته. انا بقى جهزت لك اهون وعرفتك الاساس اللي انت
بتحسب عليه او بترتب افكارك عليه، فانت ما تبخلش على نفسك انك انت تجيب ورقه وتكتب فيها الاجراءات التمريضيه اللي الطفل محتاجها، ورتبها واحد اتنين تلاته، وجهز. ساعتها هتسهل انك تجهز ادواتك، وبعد كده هتلاقي نفسك اوتوماتيك. انا بقى اي ما اقوم اعمل كير للحاله دي دلوقتي، خلاص بتلاقي ايديا بتروح على الحاجات، بجهز ادواتي وداخل عارف انا هعمل ايه من الاول للتاني. في الاول بس بتحتاج منك انك انت ورقه وقلم وترتب افكارك كده، وانا عرفتك اهو سر ترتيب الافكار. خدها نصيحة: قلل دخولك للطفل وزود اللي هتقدمه من العناية التمريضية مع كل دخول. يعني انت المفروض انك انت كل 3 ساعات بتخش تعمل كير، تخش تعمله، ما تنساش حاجة، ما تنساش دواء، ما تنساش جلسة، ما تنساش انك انت تقيس محيط البطن. كل حاجة لازم تتعمل مظبوط في وقتها. انتوا معايا ولا انا بكلم نفسي ولا ايه؟ انتوا معايا يا شباب؟ تليجرام ومايكروسوفت معايا؟ طب زهقتوا مني طيب ولا ايه؟ كمل. كمل تمام. اه يعني ماشي، هكمل ان شاء الله. ماشي. طيب احنا كده خلاص عرفنا الاجراءات التمريضيه، وعرفنا ازاي نرتب افكارنا ونعمل ايه. عندنا بقى التسليم وتسلم الشيء. تمام. انا دلوقتي المفروض ببتدي من ما انتهى بيه زمايلي. تمام. يعني ايه؟ يعني انا مش هروح الاقي الطفل داخل كان على جهاز تنفس صناعي مثلا، او كان على نازل، واجي اقول ماليش دعوه هو كان على ايه، ما احطش في اعتباري هو كان على ايه، ولا احط في الخطه العلاجيه بتاعتي هو كان على ايه، واشتغل بمزاجي. لا، انا بعرف الحاله من اولها لاخرها لحد ما انا هبتدي اتعامل من ساعه ما انتهى زمايلي. يعني ايه؟ هعمل لكم ترجمه كده وايه عشان يبقى ده انا بشيد كده في الاماكن بتاعتي. بقول لك بقى ايه: اي ريسيفد البيبي اون انكيباتور اير، موجود في الحضانه بتاعتي. موجود في الحضانه بتاعتي. هل هو كان في الحضانه من غير على اكسجين سبورت؟ اه، كتبت لك ويز نيزل كانولا 2 لتر. المفروض دي في الساعه دي مكتوبه غلط، المفروض 2 لتر في الدقيقه. او محطوط على اسباب. طب لما انا قلت لك على النيزل قلت لك على كام لتر، 1 ولا 2 لتر؟ لو محطوط على السباب، محطوط على السباب قلت لك معدلات السباب، وانا يهمني في معدلات السباب ايه؟ محطوط على كام لتر اير، كام لتر اكسجين، ومحطوط على بيب كام. ولو محطوط على جهاز تنفس صناعي احنا عارفين، احنا هنقول ان هو محطوط على مود ايه، والبارامتر بتاعته اللي هو الاف اي او 2 والريسبيراتوري ريت والبي اي بي والبيب. تمام. بيقول لك الترجمه بقى: انا استلمت الطفل في المحضر على نزل كانولا 2 لتر في الدقيقه. طيب لو قلت انه على سباب، بذكر العناصر الاساسيه بتاعت السباب: 6 لتر 6 لتر هواء، و2 لتر اكسجين، والبيب بتاعه ايه 5. طيب لو حالة على جهاز تنفس صناعي قلت لك الايه المود بتاع الطفل ده محطوط على مود كذا، والاف اي او 2 بتاعه 90%، والريسبيراتوري ريت 40 نفس في الدقيقه، والبي اي بي المستخدم في دخول الشهيق اللي هو الضغط المستخدم في دخول الشهيق واحنا شرحناها قبل كده 12، والبي الضغط المتبقي في الرئه. طبعا انا مش بكتب الكلام ده، ده انا بترجم لك، انا بكتب الكلمتين اللي فوق بس الانجليزي دول. بعد عمليه الزفير 5. طيب لو على جهاز، مهم جدا اذكر الحاله متركب لها انبوبه مقاس كام. يعني مثلا 3 مثلا، ومتثبته على 8. بالمناسبة العمق اللي بيتثبت بيه الأنبوبة الحنجرية بيقول لك الوزن زائد 6. يعني الطفل لو وزنه 3 كيلو يبقى المفروض الوزن زائد 6، يبقى احنا التيوبة متثبتة على 9. طب ليه يا مستر محمد قلت لي التيوبة مقاسها كام ومتثبتة على كام؟ مقاسها كام عشان المفروض ان انا بجهز التيوبة اللي راكبة والتيوبة اللي اكبر منها، بحيث لو التيوبة بتاعتي قفت في اي لحظة المفروض ان انا اكون جاهز ومحضر التيوبة بتاعتي، سواء اذا كنت محضرها على الحضانة او محضرها في الكراش كار بتاعي. تمام. طيب عرفت ليه متثبته على مقاس كام او على عمق كام يا مستر محمد؟ عرفتها متثبته على عمق كام عشان لو انا غيرت البلاستر عليها المفروض ان انا افضل محافظ عليها عند مقاس 9، ولو اتعمل اكس راي ابقى عارف ان هي فعلا عند 9 مكانها ولا لا. طيب لو كان الطفل على اسباب وبعد كده اتحط على جهاز تنفس صناعي هكتب ايه؟ هقول لك والله انا اي ريسيفد البيبي اون انكيوبيتور اير، سباب 4 لتر اير، 4 لتر اكسجين، بيب 5 زن، ثم ميكانيكال فنتيليتور مود ايه اس ام في او بي سي في او اي سي، الاف اي 2 80%، ريسبيراتور ريت 40، 14 بقى بي 14، بيب 5. نتكلم بقى، دي اول حاجه، دي كل الدباغه دي حاجه اسمها الستيتس. الستيتس دي الحاله الاوليه بتاعت الطفل، ده اللي انا بكتبه بس. بكتب ايه بقى؟ انت ممكن تكتب لو انت هتكتب عربي تكتب تم استلام الحاله في المحضن على نزل كانولا او على سباب، ولما تقول على نزل او سباب تقول المعدلات بتاعتك، او لو كان على سباب وبقى جهاز تنفس صناعي نقول استلمت الطفل على سباب معدلات كذا ثم جهاز تنفس صناعي معدلات كذا. ودي يعتبر الحاله بتاعت الطفل.
اللي انا استلمت عليها. تمام شباب، دي الحاله اللي استلمت عليها الطفل. انا استلمته كذا، ولو اتحول لفينت يبقى انا حولته لكذا. طب انا استلمته على سباب وتحول العكس بنيزل، يبقى انا استلمت الطفل على سباب اير كذا واكسجين كذا وبيب كذا، ثم تم التحويل الى نيزل كانولا 2 لتر. يبقى انت كده اتكلمت عن الاستاذ او الحاله بتاعه الطفل. بعد كده تاني حاجه هنتكلم عليها المحاليل. هقول لك والله الطفل ده هو بياخد نيومنت او جلوكوز 10%، ولو ذكرت نوع المحلول هقول المعدل بتاعه 7. البي دي اف اللي انا عامله ده غير المعدل، هي مكتوبة في الكتاب 7 ملي في الساعة. تمام. بياخد محلول، انا كاتبها، هو بياخد محلول نيومنت على مدار اليوم بمعدل 7 ملي في الساعة. دي تاني حاجة اتكلمت عليها. تالت حاجة هتكلم عليها الرضاعة والتغذية. بقول لك والله لو الطفل بيرضع بقوم كاتب فيدنج واكتب 5 مللي كل 3 ساعات. معناها ايه؟ ده اللي انا بكتبه، انا بكتب الكلمه دي بس. اي في فلويد نيومنت ريت 7 مللي في الساعه. الرضاعه ما بكتبش كده، اكتب الرضاعه، بكتب فيدنج. لو انت تكتب بالعربي هتكتب رضاعه 5 مللي كل 3 ساعات. معناها بياخد 5 سنتي اللبن كل 3 ساعات مع ذكر نوع اللبن، سواء لبن ام او لبن صناعي. لو الطفل مش بيرضع بقى بقول لك والله ان بي او. يعني ايه ان بي او؟ نو سينج بير اورال، يعني ما بياخدش حاجه عن طريق الفم. طالما اتذكرت ان بي او هتلاقي على طول هو لازق فيها اوبن رايل على طول. معناها ايه بقى؟ لا، ما بياخدش شيء عن طريق الفم، وانبوبه المعده مفتوحه بضغط سلبي عشان تفرغ الضغط الزائد في المعده نتيجه لانتفاخ او دخول الهواء للمعده بسبب النزل او جهاز نصف تنفس صناعي او تنفس صناعي. تمام. تمام كده يا شباب، مركزين معايا؟ واحنا اتعلمنا انبوبة المعدة بنركبها لمين وامتى وبنستخدمها ازاي. كده ناقص ان الطفل بتاعي خد محاليل ورضاعة، يبقى المفروض نتكلم عن الباص الستول بتاعه. فنقول او اليورين، فنكتب الباص يورين وستول. يبقى كده الطفل عمل حمام بول وكميته كذا، وعمل حمام براز وخصائصه كذا. كده كده انا بكتب في التسليم بس باص يورين وستول. لكن لما بروح بقى في الشيت اللي هو مكتوب فيه الداخل والخارج بتاع الطفل، بقول ان هو كل 3 ساعات عمل كميه براز، عمل براز لونه كذا، وعمل كميه بول كذا. لكن انا بكتب في التسليم والتسلم الباس يورين وستول بس. طب لو الطفل بتاعي بقى عنده مشكله في البراز مثلا، بكتب لك باس يورين نوت باس ستول بقاله 12 ساعه. ولو زميلي كان مسلمني قبلها ب 12 ساعه ان هو ما عملش براز، المفروض ان انا بكتب ايه؟ بكتب كل ايه؟ بكتب نوت باس ستول واقوم كاتب 24 ساعه وعامل عليها دايره كده اللي هو خط احمر، بحيث ان انا زميلي لما اجي اسلمه يعرف الدكتور اول حاجه يعملها. وانا اصلا بكون معرف الدكتور بتاعي، بقول له يا دكتور خلي بالك ان الحاله دي بقى لها 12 ساعه ما عملتش براز، او بقى لها 24 ساعه عملت له براز ما عملتش براز. هو مش هياخد اكشن زي ما احنا اتعلمنا فوق، هو بس ممكن يقول لي فولو اب، او اعمل تمارين على البطن، آه، او ما شابه الى ذلك، او يعمل متابعه لل 12 ساعه اللي جايين يشوف اذا كان هيعمل حاجه للطفل ولا لا. يبقى احنا كده اتكلمنا على الاستاتس بتاعه الطفل، وبعد كده اتكلمنا على الاي في فلويد، بعد كده اتكلمنا عن الفيدنج، بعد كده اتكلمنا عن الباص الداخل والخارج بتاع الطفل. بعد كده خامس حاجه هنتكلم عليها الاشعه والتحاليل. بقول لك والله الطفل ده هو عمل اكس راي وعمل سي بي سي وعمل سي ار بي. الترجمه بقى بقول لك عمل اشعه على الصدر وطلع فيها ان الطفل مثلا تي تي ان ما فيهوش مشاكل، او الطفل طلع ان نيموثوركس مفرقع مثلا وركبنا انبوبه صدريه، او حالته سيئه وايت لانج وحققنا سيرفاكتنت، او ان وصوره الدم الكامله بتاعه الطفل، بقول لك صوره الدم بتاعه الطفل طلعت كويسه، او طلع فيها انيميا بدم مثلا، او ان الطفل طلع عنده السي ار بي عالي، حولنا المضاد الحيوي من يوناسين اميكين لفانكو ميرونام مثلا. تمام. لكن اللي انا هكتبه ايه؟ هي الكلمتين دول بس: لابس سي اكس راي، شيست اكس راي زائد سي بي سي زائد سي ار بي. او ان هو الطفل ما عملش تحاليل خالص او اشعه، بتكتب لابس راديولوجي، بتكتب نون، ما عملش حاجه. طيب الخمس نقط اللي انا اتكلمت عليهم الاستيتس، وقلت لك تكتب فيها ايه وتقول ايه، والاي في فلويد تتكلم عليها ازاي، والفيدنج تتكلم عليها ازاي، والباص تتكلم عليها ازاي، واللابس تتكلم عليها ازاي. ده اللي بيتكتب. لكن اللي بيتقال بقى، اللي بيتقال ايه بقى يا شباب؟ اللي انا كتبته ايه؟ لو انت خدت بالك من الكام سكرين اللي فوق دول، كل اللي انا هكتبه اي ريسيبت البيبي اون انكيوبيتور اير ويز نيزل كانولا او ويز سباب، او من كذا لكذا. لو بالعربي انا استلمت الطفل على في المحضن على نيزل كانولا، وبعد كده تتحول لسباب، وبكتب المعدلات.
تاني حاجه بقولها ان الطفل ده اهو لو انا بكتب انجليزي اي في فلويد نيومنت معدل كذا او جلوكوز معدل كذا. تمام. ولو انا بكتب عربي ان الطفل شغال على محاليل نيومنت على مدار اليوم بمعدل 7 مللي في الساعه. طيب الفيدنج بقول لك 3 مللي في الساعه، 3 مللي كل 3 ساعات، او ان الطفل ان بي او ما بياخدش رضاعه، ولو بالعربي لا يوجد رضاعه مع انبوبه معده مفتوحه. تمام. والباص طفل عمل حمام بول وبراز، ولو بالانجليزي يورين وستول، ولو ما في حاجه منهم ما بيعملهاش بقاله 12 ساعه بنكتب ايه نوت باص ستول، او ما فيش براز كل بقاله 12 ساعه، او ما فيش براز بقاله 24 ساعه. ده اللي انا بكتبه، حاجه بسيطه خالص. خامس حاجه اللي هو اللبس بقول لك والله عمل اكس راي، عمل سي بي سي سي ار بي، ده اللي انا بقوله، او ما عملش خالص. طيب دي الخمس نقط زي ما انا شرحتهم لك، اقول الستاتس والايفي فلويد والفيدنج والباص واللبس. ده اللي بيتكتب. طب اللي بيتقال ايه بقى؟ بيقول لك لو الطفل 1 2 3 4 ده اللي هو اسمه رباعي، عمره 38 اسبوع، اتشخص تي تي ان، دخل امبارح اللي هو اول يوم اللي هو امبارح، او مثلا يوم 9/1/2021 الساعه 12 الظهر استمرت ده اللي هيتقال بقى. والله يا مستر محمد انا واقف ماسك التذكره وبسلم الطفل على راس العيان، واقف انا وزميلي بقول له يا مستر محمد الحاله دهيا ابن فلانة الفلانيه. تمام. عمره 38 اسبوع، اتشخص تي تي ان، دخل امبارح او مثلا يوم 9 كذا اليوم بتاعه يعني، عشان لو هو بقاله 7 ايام ولا حاجه. الطفل ده قعد ساعتين 2 ملاحظه. استمرت الملاحظة ساعتين، وبعدها كده دخل الحضانة على نزل 2 لتر. بعد كده قللنا الأكسجين، وهو دلوقتي على 1 لتر في الساعة وأموره مستقرة. ماشي على جلوكوز. دي الحاجة التانية اللي هتكلم عليها الاي في فلويد، ماشي على جلوكوز 10%، هيتحول معاك على الساعة 12 الظهر، خلي بالك إلى نيومنت. بيرضع 5 سم لبن صناعي كل 3 ساعات، ومفيش راجع، وهنزود الرضاعة حسب ما الطبيب يقرر. خلي بالك اسأل الدكتور هتزود رضاعة ولا لأ. عمل حمام كويس، مفيش مشاكل معايا. عمل أشعة على الصدر، بروح بقى النقطة اللي بعدها، عمل أشعة على الصدر كويسة، وهيعمل معاك سي بي سي وسي ار بي الساعة 12 الظهر علشان يكون عدى عليها 24 ساعة، ونسحب التحاليل بعدها. طيب بكتب كل حاجة وبسلم من ساعة الدخول عشان زميلي يبقى على علم بالحالة كأنه شغال معاها من ساعة الدخول. تمام. انا عايز اسالكم سؤال بس، انتوا واخدين بالكم الفرق من اللي انا بكتبه واللي انا بقوله؟ اللي بكتب في الشيت ده خلاص عشان أأمن نفسي، استلمت الطفل على ايه وسلمته على ايه. اي حاجه اتغيرت، مثلا كنت مستلم على نيومنت وبعد كده بقى جلوكوز، او جلوكوز وبقى نيومنت، بكتب. لكن لما باجي اشرح بقى لزميلي الحاله، والله انا استلمت الحاله ابن فلان الفلانيه، عمره كذا 38 اسبوع، تشخيصه كذا، دخل امبارح اتحط ملاحظه ساعتين، الدنيا قلبت معاه، كان مولود الساعه دخل الساعه 12 او مولود الساعه 12، حطيناه على نزل مثلا، اموره استقرت، قللنا الاكسجين بتاعته. بالنسبه للمحاليل الجلوكوز كذا، بالنسبه للرضاعه كذا، بالنسبه للاشعه والتحاليل. انا لو مش حاطط في دماغي الخمس حاجات ده هما، هتلاقيني عمال اقول لك والله ده الطفل رضع، ده الطفل مولود، ده امه اسمها كذا، ده اتحط على نازل، ده كان اتحط على اسباب، ده الرضاعه معرفش ده كان بيرضع كل 3 ساعات، ده اليورين بيعمل حمام كويس، ده التحليل ما عملش او عمل. هتلاقي نفسك ايه ده، ما عندكش اساس انك انت تسلم عليه. انت زميلك ان ما اتكلمناكش على الخمس حاجات دول، حاله الطفل اللي هو بالتشخيص في كل حاجه، والاي في فلويد والفيدنج والباص واللبس، يبقى انت كده ما استلمتش الحاله. ايه اللي هيحصل بقى لما ما استلمتش الحاله؟ طب يا مستر محمد الواد ده رضع؟ ما اعرفش. طب كان مثلا كان على اسباب؟ ما أعرفش. طب كان مستقر؟ ما اعرفش. طب اتعمل له جلسات؟ ما اعرفش. طب اخر سي ار بي كان كام واتعمل امتى؟ ما اعرفش. طب وانت لما حضرتك ما تعرفش كل ده، وانت المفروض مكلف انك انت تقوم بكل الاجراءات التمريضيه، وانك انت تعمل خطه علاجيه كامله تمسك فيها الاجراءات التمريضيه والطبيه، يبقى انت هتعرف ايه بقى؟ اثق فيك ازاي انك تتعامل مع الحاله؟ ملحوظة بقى، بيقول لك التسليم مهم يبقى على رأس الحالة بواسطة استخدام التذكرة طول الشيفت. ممكن في ورقة خارجية طول ما انت في الشيفت، في ورقة خارجية تكتب أهم الحاجات اللي حصلت في قلب الحضانة. يعني مثلا الطفل كان السي ار بي بتاعه علا وحولنا المضادات الحيوية، يبقى تكتبها. الطفل ده ليه مزرعة هيتسأل عليها، او مزرعه انت سحبتها النهارده وهتطلع بعد 3 ايام، تكتبها في ورقه خارجيه، خلي بالك المزرعه ميعادها يوم كذا.
مثلا الطفل ده هو بدأ كافينو صغير لودنج مينتيننس لودنج دوز، والمفروض ان بعد 36 ساعة هينقل للمينتيننس دوز. اكتبها في الورقة خارجية، بحيث دي الهنتات او الخطوط العريضة اللي ممكن تقع مني مع تسليم الخمس حاجات اللي انا قلت عليهم، تكتبهم في ورقة خارجية. تمام. افتكر دايما جملة not documented not done، يعني انت لو ما كتبتش الحاجات اللي انت عملتها يبقى انت ما عملتهاش. تمام، حتى لو حلفت على مصحف. بيقول لك لم يتم تسجيله في التذكرة كأنه ما اتعملش. كلنا في الفريق الطبي بنكمل بعض، علشان كده التسليم مهم جدا علشان نكمل على اللي الزميل انتهى بيه. طيب، بقول في عجالة كده بقى، لو الطفل بتاعي موجود في قلب الحضانة وعايز اوديه اسم على حسب سياسة كل مكان، ولكن كلهم بيتفقوا على تسليم الحالة للتمريض المسؤول عنها في القسم من ساعة الدخول لوقت النقل، بكل التذكرة ومحتوياتها، وعمل إقرار استلام للحالة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا المفروض ان انا الحاله بتاعتي تتحول من الحضانه للقسم، بروح القسم يا جماعه جاي لكم حاله كذا 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 كذا، جاهزين؟ تمام. المفروض ان انا مين اللي هيستلم الحاله؟ فلان. اقوم واخد التذكره بتاعتي، تمام، معايا وانا رايح بالحاله، بقول له والله الحاله معاك اهي، اتفضل تبقى مع الام، التذكره اهي تعالى. والله الحاله دي كانت طفل، ده بعد شهر، الطفل ده هو كان 38، كان بري تيرم مثلا، كان بري طفل ابن منال ابراهيم السيد مثلا، كان مولود سيزيريان سيكشن، مولود عند اسبوع 35، مولود لدكتور نسا فلان الفلاني، كان مولود في حضانه خاصه، وبعد كده جاي لنا الحضانه الحكوميه بتاريخ كذا 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 كذا. كانت حالته مش مستقره وعنده صعوبه في التنفس درجه ثالثه او وايت لانج، اتحقن له سيرفانتا عندنا واتحط على جهاز تنفس صناعي. قعد على جهاز تنفس صناعي لمدة 7 أيام، وبعد كده نزلناه على أسباب يومين، وحالته اتدهورت، رجعناه على الفنت يومين تاني، وبعد كده اتفصل على هاي فلو. بعد كده قعد على نزل لمدة 3 أيام وفصلناه، بقاله 3 أيام أموره مستقرة على الروم اير، مفيش أي مشاكل خالص. بالنسبة للمحاليل بتاعته، المفروض بقى انا ما بقولهاش بقى المحاليل كلها، بقول لها اخر مثلا اخر فتره. المحاليل بتاعتنا والله يا مس كانت المفروض ان هو بياخد رضاعه من 30 ل 60 سنتي كل 3 ساعات، مع متابعه محيط الراس، محيط البطن. تمام. وبياخد لبن صناعي او لبن الام، او الام بترضعه. بالنسبه للاي في فلويد بتاعته ما بياخدش محاليل خالص، او بياخد محاليل بريد كذا او بنوعها كذا وبريد كذا. وبالنسبه للباص، بباص يورين وباص ستول مفيش اي مشكله. بالنسبه لللبس، والله الطفل ده التحاليل بتاعته كويسه، او ان هو مسحوب له مزرعه وهتطلع بعد 3 ايام، فتابع المزرعه دهيا، ودي التحاليل بتاعته هي، او التحاليل بتاعته موجوده على السيستم على حسب سياسه المكان اللي انت موجود فيه. كده ناقص ايه؟ كده ناقص ايه؟ انا قلت التحاليل دي اخر حاجه. كده خلاص انا سلمت الحاله كلها. اتفضل يا باشا الحاله بتاعتك، سلام عليكم. بيقول لك نقل الطفل من عناية لعناية تانية. بيقول لك يتم النقل بواسطة إسعاف مخصص. لو أنا هنقل الطفل من حضانة لحضانة مخصص، يوجد بها محضن بالتنقل مجهز، ويكون في طبيب مرافق للحالة، ومعه شنطة فيها أدوات حسب كل مكان. مثلا هتحط للدكتور هتقول لي ما الحاجات دي موجودة في الإسعاف. أيوة، بس أنا ممكن الإسعاف ما يكونش موجود فيها، أو موجود فيها بس مش نفس المقاس، أو موجود فيها بس بايظة. فأنا ما اسيبش حاجة للظروف. المفروض يكون معاه بوكس نقل الحالات. تمام. البوكس ده بيبقى موجود فيه نيزل، انبوبه حنجريه، سرنجات مختلفه، كانولات، امبول ادرينالين واتروبين، منظار حنجري، واتاكد انه شغال، بلاستر وامبوباج. الحاجات دي موجوده في الاسعاف، ولكن بعض الاماكن بتجهزها اثناء النقل لزياده امان للطفل، ولا منع اي تاخر في اخذ قرار يحافظ على حياه الطفل. لو حالة على جهاز تنفس صناعي كامل أو نصف تنفس صناعي، يجب يرافق الحالة طبيب وتمريض تخصص عناية أطفال وحديث ولادة. يتم التنسيق مع المكان الآخر من قبل الطبيب قبل البدء في أي إجراء للنقل. خروج الحالة بقى وتحسن وتسليمها للأهل. يتم أخذ القرار من الطبيب المسؤول ومسجل في التذكرة كارت الخروج والمتابعة، مكانه مخصص في إقرار استلام للحالة، بيمضي ويبصم عليها أهل الحالة إن هم استلموا الطفل بتاعي. ولازم اللي استلم الطفل يكون من الدرجة الأولى، أب وأم، جد وجدة. تمام. يتم شرح الحالة بالتفاصيل للأهل من قبل الطبيب المسؤول، وبعدها يتم تعليم الأم الرعاية الأولية للمولود. مثال، أنا بقى الدكتور خلاص شرح لهم الحالة، والله ابنكم كان على كذا، وانتوا كده كده متابعين معانا بقالنا فترة كذا، والمفروض ان هو وضعه 1 2 3، وهيتعمل له فولو اب بعد يومين او بعد 3 ايام، ويطمنهم على الاهل. انا بقى بعلم الام الرعايه الاوليه بحيث ان الطفل ما يتبهدلش منها.
بعلمها بقى علامات انتظام التنفس، اقول لها والله يا ست الكل خلي بالك معدل التنفس بتاع الطفل بتاعك تتاكدي ان مناخيره سالكه قبل الرضاعه بربع ساعه، بحيث ان الطفل لو بينهج او صدره بيشوف بيحط او الطفل ازرق المفروض انك انت توقفي الرضاعه. طريقه الرضاعه واحنا اتعلمنا بنوضعه ازاي والاحتياطات اللازمه قبل وبعد الرضاعه، وكل الكلام اللي احنا قلناه في الاجراءات التمريضيه، سواء اللي هو الرضاعه والاحتياطات وتجهيز الرضاعه وكيفيه حفظ وتخزين اللبن، كل ده لازم تعرفه لها. والدش ازاي تعمل حمام للطفل، وانا علمتك الحاجات دي كلها. تغيير الحفاض والملاحظات اثناء التغيير، اللي هو تخلي بالك من بامبرز فيه بولو ولا ما فيش، وفيه براز ولا ما فيش، وخصائصه عامله ازاي. قياس الحراره ونبضات القلب، ازاي تعرفها تقيس الحراره من الاماكن المختلفه، ونبضات القلب ازاي تعدها. تقييم لون الطفل العادي واللي مش عادي، ولون العين والاصفرار وكده. العنايه بالام قبل وبعد الرضاعه، ازاي تنظف صدرها وامتى تنظفه وتنظفه بايه، وتحط امتى زنك وامتى ما تحطش، زي ما احنا اتعلمنا. يتم تدريب الأم على العناية بالطفل قبل الخروج وبعد شرح الطبيب والتمريض لها ذلك لمنع حدوث أي أخطاء قد تؤدي إلى تدهور حالة الطفل بتاعي. أنا كده خلصت وخلصت. شكرا لكم، أنا كده خلصت. اللي عنده سؤال يتفضل في عجالة كده عشان أنا صوت راح. معلش يا فيتفضل. مستر بعد إذنك. اتفضل. في العناية التمريضية كل 3 ساعات، النقطة رقم 12، مراجعة ميعاد تغيير المحضن حسب الجدول. ما فهمت النقطة دي بصراحة. انا قلت لك حسب تغيير الجدول، حسب الجدول او حسب سياسه المكان في الغالب، او توصيات بروتوكول وزاره الصحه ونيوتا جايد لاينز. قال لك لو العيان، لو الطفل بتاعك ده هو موجود في قلب الحضانه، انا جاي استلم الشيفت بتاعه هو بقاله اسبوع او بقاله 5 ايام، لو الطفل ده هو بقاله 5 ايام في قلب الحضانه وهو بريتيرم، بيبقى واجب انك انت تغير الحضانه، بتجهز حضانه تانية وتجهز السرنجه وتجهز الانفيوجن وتجهز الجهاز تنفس صناعي وتجهز كل حاجتك، وتنقل الطفل من الحضانه دي لحضانه تانية. محضن، مش حضانه، محضن. طب لو الطفل ده هو كامل النمو فول تيرم، بتغير الحضانه بعد 7 ايام. وضحت كده؟ تمام ما تمام، بينهم شكرا. بقى لا، ما بينهم العفو، ما بينهم بقى لو الحضانه متوسخه او فيها دم او ريحتها زفر او غيرها عادي، ممكن تغيرها بعد يومين بعد 3. لكن الاساسي انت كده كده كل كير بتنضف، وبتغير الفرش باستمرار، وبتخلي بالك من الدم وبقايا الدم والحاجات دي. ده والدنيا قفلت معاك وشايف ان الحضانه عايزه تتغير، سيبك انت بقى من كلام المراجع والكتب، عادي يبقى ده هم اصلا الكتب كاتبه لك اللي هو از نيدد على حسب الاحتياج. اتفضلوا، اللي عنده سؤال تاني يتفضل. هو أنا بغيره ليه أصلا؟ ما أنا ممكن، يعني إيه السبب اللي يخليني أغير بعد 5 أيام لو بريتير؟ عشان تمنع انتشار العدوى يا حبيبي. عشان تمنع انتشار العدوى، يعني انت المفروض انك انت لازم هيقع منك بقايا دم، لازم هيتنطور منك حاجه اثناء التشفيط، اثناء الجلسه. لو انت حطيت سن سرنجه بس كده هو جنبك على اليمين ده هو، وسن السرنجه ده كان مليان شويه محلول، فالشويه المحلول دول لما يقع عند الهيتر مع الحراره، بقايا الدم وبقايا الترجيع دي وبقايا المحاليل مع الحراره بتعمل جود ميديا، او يعني بيئه مناسبه لنمو البكتيريا والفطريات. فبيقول لك والله احنا عند 5 ايام بنقطع السكه عن ان احنا نتعرض للعدوى من التلوث. فاهمني؟ حتى مع اتباع مكافحه العدوى والنظافه اثناء الفتره اللي فاتت دي كلها. هي أنا أقصد يعني معنى سؤالي إن هو أنا كده كده أصلا بعقم المحضن وبنضف وبظبط يعني. انا قلت لك اهو بقى، يعني انت بتعقم جسم الحضانه، بتغير الفرش، لكن ما نظفتش عند الموتور، ما نظفتش عند الصاج، في الجسم ككل اصلا من تحت انت ما بتنضفوش، لما الحاجات دي انت ما تعرفش تنضفها. أيوه، تمام تمام، شكرا. حد عنده اسئله تاني؟ مستر مصطفى احنا كده خلصنا. المفروض ان الشباب احنا كنا متفقين معاهم ان هم اللي عنده سؤال يجهزه، بحيث ان اللي هيبقى بعد كده تجهيز الامتحان. حد عنده سؤال؟ شباب، محدش عنده سؤال؟ تمام. التليجرام انتوا كويسين كده، بعد كده نبقى نطلع لايف كده ولا ايه؟